السلام عليكم العشران، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كوابيس جواد. مخزن جدتي المسكون. ها خوتي، اللي غادي نحكي لكم اليوم ماشي غير قصة عابرة، حاجة عشت بدمها ولحمها وخلاتني نبدل نظرتي للحياة كاملة. أنا اسمي ياسين، عندي 29 عام، ولكن القصة اللي غادي نحكي لكم اليوم وقعت لي وأنا مازال صغير، كان في العمر ديالي 14 عام. كنت سافر بزاف عند جداتي، واحد الدوار قديم وسط الجبال ديال الأطلس. الدوار صغير فيه 20 ولا حتى 30 دار، وكل شي عايشين ببساطة. دار جدتي كانت معمرة بالطين، الحيطان بالحجر، السقف بالخشب والزليج البلدي. ولكن كاين واحد البلاصة اللي عمري ما ارتحيت فيه، المخزن. المخزن كان بحال القبو، كاين تحت الأرض، كتنزل ليه بدروج من الحديد اللي ديما يصدر صوت بحال شي واحد كيبكي. فاش تفتح الباب كتجيك ريحة الرطوبة وشي برودة ماشي طبيعية، بحال إلا دخلتي لعالم آخر. جداتي ديما كتوصيني: ياسين، إياك تنزل لتحت في الليل، المخزن عنده ناسو، ما خاصكش تصدعهم. كنت ديما كنضحك وكنقول مع راسي: واش مازال اللي كيتيق في هاد الهضرة؟ ولكن يا خوتي، ليلة وحدة بدلات حياتي كلها. نهارها كانت مناسبة في الدوار، عرس كبير والناس كاملين مشاو يفرحوا. بقيت انا وجداتي بوحدنا في الدار مع 10 ديال الليل، وانا جالس في الصالون كنسمع الدق خفيف تحت الارض، بحال شي واحد كيخبط على الباب من الداخل. قلت مع راسي يمكن قط ولا فار دخل، ولكن الصوت بدا كيزيد من خفيف حتى ولا بحال شي واحد كيجر رجليه على الارض. مشيت عند جداتي وسولتها: اميمتي، واش كتسمعي هاد الصوت ولا غير انا؟ شداتني من يدي وعيونها توسعوا بحال شي واحد شاف الموت. هذاك راه ماشي ديال البشر. سد الباب وبقى معايا. بدات كتقرا بصوت عالي وانا كنحاول نتماسك، ولكن القلب ديالي كان كيدق بحال شي طبال في السوق. الليله اللي ما تنسى. مورا شي ساعه الصوت تبدل، ما بقاش ديال الجران، ولا بحال خطوات كتطلع الدروج ديال المخزن وحده بوحده. هنا حسيت بالدم كيتجمد في العروق. خديت شمعه ونزلت شويه غير باش نطل ونشوف. الكارثه يا خوتي، شفت واحد الظل طويل كيتحرك وسط الظلام، ما عندوش ملامح غير سواد غليظ، بحال دخان كيتشكل وكيعاود يتفرغ، وكان كيتحرك بشويه بحال شي واحد باغي يطلع للفوق. سمعت همسات خارجه منه، لغه ما مفهوماش، بحال شي دعاء مقلوب. طلعت كنجري للفوق وعيطت لجداتي: اميمتي، راه كاين شي واحد لتحت. شداتني وعينيها فيها دموع وقالت: ياسين، ماشي واحد، هادو سكان المخزن اللي قلت لك عليهم. مع منتصف الليل الباب ديال المخزن تسد بوحدو وصوت الحديد تكسر، ومن تحت بدات كتطلع واحد الريحه خانزه بحال الجيفه حشاكم، غزات الدار كامله. جداتي بدات كترجف وجابت القرآن وبقات كتقرا، وانا كنت غير كنسمع. خربشه في الحيوط، نقار في السقف، ضحك خافت جاي من التحت، وأسوأ حاجه حسيت بشي حد واقف ورايا وانا جالس حتى جداتي. تلفت بشويه، والله يا خوتي شفت واحد طفل صغير، وجهه ما باينش غير سواد، وعينيه كيضووا بحال الجمر. غير رمشت بعيني ما بقى والو. في الغد جداتي حكات لي السر. هذا الدار يا وليدي مبنية فوق أطلال قديمة،
كانت هنا زاوية مهجورة، والناس قالوا باللي فيها كنز محروس اللي كيدخل المخزن، ودا الفضول كيتلف في العالم ديالهم وكيخرج بحال المجنون، ولا يمكن ما يرجعش اصلا. انا ما بقيتش عاقل على راسي، الفضول شدني بزاف. قررت في الليل نرجع، ولكن هاد المرة بوحدي. دخلت المخزن مع الجوج ديال الليل ومعايا شمعة ومصحف صغير. المكان كان ساكت جامد، ولا حركة ولا سكون، ولكن منين دخلت العمق الشمعة طفات بوحدها، بقى غير الظلام والبرد. فجأة سمعت نفس الصوت ديال البارح، خطوات، تمتمات وضحك خافت. حسيت بواحد النفس سخون كيضرب في ودني. علاش جيتي؟ تجمدت في بلاصتي. عاود الصوت جا من الجهة الأخرى. المخزن ماشي ديالك، خرج. بديت كنقرا بصوت عالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الأرض بدات كتهز تحت رجلي، الحيوط بداو كيتشقوا بحال إلا شي واحد كيدق عليه من الداخل. وفجأة بان نفس الظل اللي شفت البارح، ولكن هاد المرة كان قريب بزاف. كبر قدامي حتى ولا مغطي عليا، وعيونه حمرا بحال الجمر. شدني من كتافي، حسيت بواحد البرودة قاتلة كتخترق العظم، وسمعته كيقول: دابا وليتي واحد منا. صحيت الفوق مع جداتي كتبكي حدايا، كتقول باللي لقاتني غايب على الوعي وسط المخزن. ولكن الحاجة اللي مرعبة بزاف هي من داك النهار وانا ما بقيتش بحال قبل. كلشي في الدار ولا كيشوفني عادي، ولكن جداتي كل مرة كتقول لي بصوت واطي: العينين ديالك ما بقاوش نفس العينين ديال ياسين، بحال اللي كاين شي حد اخر ساكن فيك. ومن داك النهار حتى انا مرات كنشوف في المراية وما كنعرفش واش اللي كيشوفني هو انا ولا هما. واخا كبرت ودرت حياتي، قسم بالله يا خوتي الليلة اللي كتجي فيها ريحة الرطوبة ولا كنسمع صوت في المراية كيتعاود لي ذاك المشهد كامل، وكأنني باقي محتجز ذاك المخزن.